جون ادوارد يفضح مجلس اداره نادي الزمالك والسبب ان المركب غرقت، وطبيعي جدا ان كل واحد هينط منها ويحاول ياخد منها اللي يقدر ياخده. طب ده معناه ايه؟ هقولك يا سيدي. دلوقتي جون ادوارد طلع علينا ببيان الساعه 2 الصبح بيقولك يا سيدي من الاخر انه مجلس الاداره وعدني وعود كاذبه بان هو هيوفر لي سيوله ماليه عشان اقدر اتحرك فيها، وبالتالي وافقت وقررت اني اشتغل. بس الحقيقه ان ده ما حصلش. اللي حصل انه دي كانت وعود كاذبه وما حصلتش، وان النادي هينهار خلال ايام، ده بسبب الازمه الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. الحقيقه يا جماعه ان جون ادوارد توقيته في الكلام كان غريب بالنسبه لي. هل الكلام ده اتعرف من وقت قصير جدا لجون ادوارد ولا الكلام ده من بدري؟ لا، اكيد معروف من بدري، لان هو جوه الليله عارف كل اسرارها، صح؟ طيب اشمعنى قرر يتكلم دلوقتي؟ ليه؟ لانه بكل بساطه يا جماعه ان المركب غرقت وتجربه جون ادوارد اثبتت فشلها، وبالتالي هو حابب انه ينقذ ما يمكن انقاذه من سمعته وسيرته الذاتيه بانه يضحك على الجمهور نادي الزمالك شويه. بمعنى يعني هو مش حابب يخسر الجمهور لانه كده كده خسر مكانه في نادي الزمالك. طيب هل ده معناه ان انا بمدح في الاداره؟ كمل كلامي للاخر وانت تفهم. طيب خلينا نعمل كشف حساب لجون ادوارد مع نادي الزمالك، وهقول لك بقى انا دلوقتي بهاجم جون ادوارد ليه. اولا يا جماعه، جون ادوارد عارف كويس قوي الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك. اتوعد بفلوس، صح، جميل. طيب هل الفلوس دي اللي انت اتوعدت بيها وبناء عليه اتحركت بناء على الميزانيه المحطوطه ليك، هل قدرت انك تجيب صفقات مميزه؟ الحقيقه انه لا. طيب نعمل كشف الحساب بقى. خلينا نقول ان جون ادوارد جاب لنادي الزمالك 10 صفقات. خلينا نقول مين اللي اثبت فشله ومين اللي ممكن يجي منه ومين اللي اثبت نجاحه. طيب اولا يا جماعه ال10 صفقات دول عدد كبير قوي، بس احنا كنا محتاجينه. طيب مين اللي اثبت نجاحه؟ اولا المدافع محمد اسماعيل، مدافع جيد جدا واثبت نجاحه مع نادي الزمالك، والزمالك هيستفيد منه مستقبليا اكتر منه من دلوقتي. ليه؟ لان حسام عبد المجيد زي ما اتفقنا قبل كده هيمشي من نادي الزمالك، وده على مسؤوليتي. طيب تاني واحد يا جماعه اثبت نجاحه الى حد ما، مش عايزين نضخم الموضوع قوي لانه بالنسبه لي عليه برضو علامات استفهام، هو خوان بيزيرا. خوان بيزيرا يا جماعه من اللعيبه الكواليتي الكويس قوي، بس طبعا عنده شويه عيوب. هل ده معناه ان هو فشل؟ لا، هو ما فشلش خوان بيزيرا، بس محتاج مدرب يقومه من حيث المراوغات بتاعته، الفينش بتاعه لازم يشتغل عليه. بس انا بالنسبه لي صفقه كويسه، فنضمها مع محمد اسماعيل يبقى معانا، يبقى كده صفقتين. عندك يا سيدي عدي الدباغ. عدي الدباغ انا مش مقتنعه بيه، بس خلينا ما نكونش ظالمين ليه ونقول انه عدي من اللعيبه الكويسه جدا واللي بتعرف تعمل تحركات حلوه قوي في الملعب، بس عنده مشكله كبيره جدا. ايه هي يا جماعه؟ وهي الفينش بتاعه. طيب خلينا عشان ما نظلمش جون ادوارد نحطها في قائمه اللي معانا، او خليها في النص نص عشان نكون صراحه، هنقسمهم 3 اجزاء. طيب عندك يا سيدي عمرو ناصر صفقه للمستقبل، بس حاليا مش هتاخد منها كتير قوي، ممكن نخليها في النص نص. طيب عندك يا سيدي شيكو بانزا ده يا جماعه فهي في قائمه اللي مش معانا، واكيد محدش مقتنع بيه ولا هيقتنع بيه. هتقولي ده سريع، هقولك بس استفدت بالسرعه؟ لا، هقولك سلوكياته بره زي الزفت. هو لو وفر السلوكيات بتاعته اللي بره دي بتاعه الرقص والحاجات الغريبه اللي بيعملها دي كان ممكن يشتغل على نفسه، فاقول لك يجي منه. بس لا، هو للاسف بره الملعب مش كويس، جوه الملعب مش كويس، فدي اول صفقه فاشله. تاني صفقه فاشله وهو عبد الحميد معالي اللي اوريدي فسخ عقده ومشي، يعني كمان مش عاجبه. طيب دي تاني صفقه فاشله، يبقى كده صفقتين يجي منهم، صفقتين نص نص، صفقتين فاشلين. طيب عندك ادم كايد.
ادم كايد والله العظيم انا محتاره فيه، يعني انا محتاره فيه هل هو نجح ولا فشل، انا مش عارفه. فممكن نحطه في قائمه النص نص. تمام. طيب عندك يا سيدي اللاعب احمد شريف. والله احمد شريف انا عاجبني انا عن نفسي عاجبني، ممكن احطه في قائمه الكويس اللي هو اثبت وجوده الى حد ما، بس برضو محتاج يشتغل على نفسه. بس هرجع واقول احمد شريف صغير في السن، هينفعك في المستقبل وما دفعتش فيه كتير. تمام. طيب مين تاني؟ طيب في يا جماعه احمد ربيع. احمد ربيع من ساعه ما جه للاسف وهو مصاب، ما لعبش غير مثلا 4 ماتشات مع نادي الزمالك، فخلينا نقول ان دي يعتبر صفقه فشلت حتى الان، حتى ما يثبت العكس، عشان ما اكونش قاسيه في النقد شويه. طيب يا جماعه بارون اوشينج صفقه فاشله بامتياز ولم تثبت نفسها، والحقيقه ما انا مش فاهمه هو اتجاب ازاي، فنحطه في الفشله. يعني دي الصفقه الثالثه. طيب رابع واحد بقى فاشله وهي المهدي سليمان. انا مش فاهمه انت جبت المهدي سليمان بناء عليه، يعني راجل داخل على 40، انت عندك اتنين حراس مرمى اوريدي، فانا مش فاهمه انت جبته ليه. عملت ازمه من الله ازمه. ف4 صفقات فاشله، 3 يجي منهم 4 يجي منهم، معلش 3 كويسين. فاحنا كده نسبة النجاح مش احسن حاجة، لان الكويسين دول او يجي منهم او الوسط دول يا جماعة ممكن يثبتوا فشلهم عادي. ليه؟ لان انا معرفش هل هم هيشتغلوا على نفسهم ولا لا، صح؟ طيب فخلينا نقول الكويسين قوي هم دول اللي هيكملوا معانا. فهم كام صفقة؟ هي 4 صفقات مثلا بس، ف4 صفقات من 10 نسبة لا تتخطى 50%، صح ولا ايه؟ فجون ادوارد معانا في مبدأ الصفقات هو فشل ذريع. طيب خلينا نتكلم على مستوى المدير الفني. جون ادوارد كان مسؤول انه يجيب مدير فني لنادي الزمالك. هل جون ادوارد نجح في الموضوع ده؟ للاسف لا. جاب لنا مدير فني محدش يعرفه، بدون سيرة ذاتية قوية، بدون طريقة لعب او يعني امكانيات كمدرب. طيب جون ادوارد فشل في ملف المدير الفني بامتياز، والحقيقة انا بالنسبة لي تجربة جون ادوارد فشلت. هل ده بس المعنى الفشل؟ لا. جون ادوارد يا جماعة كان عايز يمشي عواد، وكان عايز يمشيه بطريقة انا ما بحبهاش. يعني انا هركنك عشان امشيك، مش هركنك عشان انت عايز تمشي، لا هو عايز يفضل. يعني عواد عايز يفضل، عواد اللي ضحى كتير عشان نادي الزمالك، عواد اللي اتعرض عليه اهلي وزمالك في عزه واختار الزمالك، عواد اللي ضحى وخفض عقده كتير واكتر من النص عشان يفضل في الزمالك، عواد اللي جاب لنا بطولات مع نادي الزمالك بيه هو، يعني ما كانش مجرد ضلع في المنظومة، لا هو كان جزء كبير من المنظومة اللي خدت البطولات دي، من ضمنهم دوري، من ضمنهم كاس، من ضمنهم سوبر افريقي، من ضمنهم كونفدرالية. الحقيقة كل ده تفتكروا ليه؟ عشان عايز كوميشن او عايز اتوعد طبعا هو ليه نسبة من اي لاعب بيبيعه يا جماعة، ده عادي مكتوب في العقد، ماشي؟ هو اي لاعب بيعرف يسوقه ويبيعه بياخد نسبة، فهو عايز يبيع عواد عشان يعرف ياخد النسبة. بس هل فعلا فكر في احتياجات الفريق ولا لا؟ للاسف لا، لانه لو فكر 5 ثواني وفعلا يهمه مصلحة فريق نادي الزمالك ما كانش هيفكر انه يبيع عواد. فللاسف انا بالنسبه لي جون ادوارد فشل زيه زي الاداره بالظبط، وما هو الا بيان استعطاف من جون ادوارد لجمهور نادي الزمالك عشان يقفوا معاه. بس الكلام ده مش هيدخل عليا للاسف، لانه انت فاشل زيك زيهم، وما بتحبش نادي الزمالك زيك زيهم، وتستحق الرحيل زيك زيهم.